اهلا بيكم، معاكم محمود فادي. الاسبوع اللي فات انا نزلت سؤال عن مشاكل التويليت وازاي انتوا حليتوها، وتابعت بالتليفونات والرسائل اللي جات لي وشفته. بالرغم الناس شافت الفيديو بتاعي، واللي ما شافوش ممكن يشوف الفيديو بتاع التويليت ازاي اعلم كلبه يعمل تويليت في مكان معين عن طريق اللينك ده. لقيت ان المشكله بتتوحد في ان مفيش متابعه كفايه، والناس محتاجه النتيجه من اول مره، وده مش حقيقي. خلينا اديك مثال. لو كلب بيعمل تويليت 10 مرات في اليوم، لو بيعمل 7 صح و3 غلط، وانا بقول اللي هو بيعمل غلط 3 ليه؟ اللي هو كده كده هيعمل غلط. بس لو بيعمل 7 اكتر و3 اقل، يعني عدد اقل، يبقى انت كده ماشي صح. اما لو بيعمل 7 غلط و3 صح، يبقى انت محتاج اهتمام اكتر. وخلينا نوصل للنتيجة. لو انت عايز نتيجة فعلا حلوة وتقدر تجيب نتيجة كويسة، يبقى لازم متابعة كتير وما تستعجلش على النتيجة. الفيديو اللي انا هوريه لكم دلوقتي الفيديو هيثبت لكم ان مفيش مستحيل. ليه؟ انا علمت كلب اسمه سبايك اللي هو مش بس يعمل تويلت في مكان الصح، لا انا علمته لما يجي يعمل تويلت يستأذن الاول. ازاي؟ انا حطيت جرس وعلمته لما يبقى عايز يعمل تويلت وضربته كويس اللي هو يروح يرن الجرس الاول، فصاحبة الكلب لو في اي مكان في الشقة تفتح الباب، الكلب يعمل تويلت ويرجع تاني. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني مع بعض. وزي ما انتوا شفتوا الفيديو ان مفيش مستحيل. انت ممكن تدرب كلبك على ده، بس اهم حاجه المتابعه والاستمرار. تابعونا على البيج بتاعتي. لو عندكم اي سؤال يسالوني، رقم موبايلي موجود في الرسائل برد عليكم. واوعوا تنسوا سبسكرايب او شير، هيجيلكم اخباري وكل الفيديوز بتاعتي الجديده، عشان في ناس مش بتوصلها الفيديو. شكرا جدا، وتابعونا في كل جديد.